السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا مشاهدين. تعالوا نعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة، ويعني مش مكلفة اوي. جلاش بطريقة جديدة. معايا حلة على النار، معلقتين زيت ومكعب زبدة ونص كيلو بصل. اقلبه معاكم شوية على النار كده ونكرمله ونظبطه ونقول لكم هنعمل بيه. حطيت معلقة ملح صغيرة مش مليان، ونص في معلقة فلفل اسمر، يعني والنص مش مليان، فحطيت حبة فلفل تاني. ودي معلقة سكر ونص، معلقة ونص سكر، معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة صغيرة فلفل أسمر. لحد دلوقتي بس. والبصل على النار بالسمنة والزيت، بزبدة حطيت له مكعبين زبدة وكم معلقة زيت. هنقلبه شوية على النار كده لحد ما يدبل ويدي على جلد كده. دي ربع كوباية مية سخنة حطيتها ليه عشان بس يطرى كده ويبقى جوسي. مش هيبقى فيه مية، بس هو يشرب المية، ولما يشرب المية ده هيطرى. وانا صباح، ودي قناتي. واللي معايا لحد دلوقتي يحط لايك، واللي مشتركتيش اشتركي، وانت قاعده تتفرجي كده دوس على الاشتراك. متنسوش اللايك. خش عندي على القناه هتلاقوا وصفات حلوه وحاجات حلوه على قد ايدينا. بقلب في البصل لحد ما تشف كده وتتكرمل، يبقى لونها ذهبي، ما بتحمرش ولا بني، لونها ذهبي مصفرة كده. وحطيتها فضيتها من الحله في الطبق عشان تبرد. ودي التشريبه اللي فاضت مني من الجلاش بتاع الكرواسون، فانا كنت حطاها في الفريزر، لبن وزبادي وزبده، بس كنت حطاها في الفريزر، فكيتها في الميكروويف وعم كملت بيها. حطيت عليها يجي 3-4 معالق زيت. ومعايا هنا الصينيه مدهونه زبده، تتهنيها زبده، تتهنيها سمنه، تتهنيها زيت، المهم ان يبقى تبقى مدهونه. ومسكت ورقتين ورقتين وعملتهم ايه، كل ورقتين طرفتهم من جنب، كل ورقتين طرفتهم من جنب. وبدهن الورقتين من التشريبة دي بالفرشة كده، وبدهن طرف الورق عشان ما تتنيش مني جوا الصينية. وحطيت 4 ورقات، وبعد كده حطيت كم معلقة بصل عشان هنعملها، يعني بدل ما اعملها حشوة واحدة في النص عملتها حشوتين رقين يعني. ودي جبنة موتزاريلا على شيدر على رومي، وما حطش ملح عشان خاطر الا في البصل بس، عشان الجبنة الرومي مالحة، تعمل حسابك. ممكن تحط شيدر بس، ممكن تحط شيدر وموتزاريلا، ممكن تحط موتزاريلا بس. ف وبعد كده بقيت احط التشريبة بالمعلقة وادهن بالفرشة. احط بالمعلقة وادهنها كلها بالفرشة، لازم تدهني ورقة كلها عشان ما تعجنش منك. وبدهن الاطراف عشان تلزق في بعضها، عشان ما تنزلش مني جوا الصينية. موضوع سهل وبسيط وحاجة جديدة للجلاش. هنا هحط بقية البصل بقى في الحشوة التانية، بحيث ان الحشوة متبقاش تخينة في النص كده، فلما تبقى على مرتين بتبقى حلوة. وهحط برضو جبنة. انا لا حاطة لحمة ولا حاطة فراخ ولا حاطة زيتون ولا حاطة لانش ولا حاطة حاجة، بصل وجبنة بس فقط لا غير. وبتني بقى الجلاش المطرف بره الصينية، بدخله الصينية كده، بلفها دايرة زي على حسب الرصة معايا. وبدهن الأطراف اللي أنا متنيها دي، بدهنها كلها بالفرشة كده، وبدهنها وأقلبها كلها كده وأظبطها. وهكمل بقية الجلاش على وش الصينية. دهنتها برضو كلها الأطراف كلها كده بالفرشة، عشان خاطر ما تبقاش تبقى كلها متونة عشان ما تنشفش. رشيت برضو بالمعلقة وكملت دهن. واللي معايا لحد دلوقتي على الفيديو يسمع يحط لايك واشتركي اللي ما اشتركتيش. وحلوة تنفع لأكلة نص الليل، ممكن تحط منها حتة في اللانش بوكس، ممكن تأكل منها العيال هم قاعدين يذاكروا.
يعني تنفع بجميع الأحوال، تحمليها وتعملي جنبها حبة بطاطس، تنفع غدوة، تنفع عشاء، وخفيفة. والله كأنها كلها ما فضلش منها غير حتتين. بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. وكده انا قفلت الصينية ببقية الجلاش، وحطيت طرف الجلاش من تحت. طرف الجلاشة كله حطيتها في الصينية من تحت كده، وظبطتها كده زي ما انتم شايفين، ودهنت وشها وهقطعها معاكم. لازم الجلاش يتقطع قبل ما يخش الفرن، لو ما قطعتوش مستوي مش هتعرفوا تقطعيه، وعشان التشريبة تخش جواه. قطعتها نصين، وكل نص كل نص قطعته نصين، يعني ادتني 8 حتت. وهنا هعمل التشريبة معاكم. دي بيضة وعليها نص كوباية لبن، مش كوباية، نص، وذرة فلفل أسمر بس، محطش ملح، عشان خاطر اه نص كوباية لبن. وحطيت بيضة، وهرشها على وش الصينية. وأنا من أول ما بدأت شغل في الصينية وأنا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180، ودخلتها يجي 10 دقايق ولا 12 دقيقة، استوت من تحت وشمعت، وطلعتها رشت على وشها جبنة، ودخلتها تاني وخرجتها وغطيتها بالصينية 10 دقايق عشان تبقى طرية وجوسي كده. وطلعتها معاكم، وهقطعها بعد ما غطيتها شوية، هقطعها معاكم، هوريها لكم. جميلة قوي، وطعمها حلو قوي، وشكلها حلو. في احلى من كده مفيش. ومصورها لكم من تحت مستويه. بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. هقطع معاكم حته كمان اهي. بقول لكم في الجمال، في جمال احلى من كده، وما خدش تلت ساعه تحضيره كله. بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم، وسلام عليكم وعليكم السلام.